بعد ما حددنا ميعاد الولاده، الوقت بتاع الولاده بدا. بنعرف منين ان الكلبه بتاعتنا بدات ولاده او القطه بتاعتنا هتبدا داخله على ولاده؟ بتبدا تكون مش مرتاحه، تبدا تدور على المكان اللي احنا مجهزينه لها عشان تولد فيه، وتبدا تروح تدور فيه، تبدا تحاول تحفر، ويبدا يجي لها علامات الطلق. طيب ايه الحاجات المهمه اللي اخلي بالي منها في الوقت ده؟ اول حاجه لو القطه او الكلبه بتاعتنا بقت تتعب زياده عن اللزوم وتفقد الطاقه بتاعتها وما تبداش تولد، بنحتاج نتواصل مع الدكتور في اقرب وقت. كمان لو الكلبه او القطه بتاعتنا بداوا ان هم يولدوا وحصل عسر في الولاده، ان الجرو او الجنين وقف في المكان بتاع الولاده وما قدرش ينزل، محتاجين نتحرك بشكل سريع. كمان لو الولاده بدات وما حصلش ان اول جنين ينزل خلال ساعتين، او اتاخر الوقت بين الجنين والتاني اكتر من ساعتين، محتاجين برضو نكون في تواصل مع الدكتور ونعرف محتاجين نعمل ايه بسرعه علشان ما تحصلش مضاعفات اكبر من كده. طيب بعد ما خلصنا ولاده هنبدا نراعي الكيتنز او البابيز مع مامتهم ازاي؟ ده هنعرفه الفيديو الجاي. انا دكتور مينا، بتاعت بيتوي.